قد يبدو وكأنه قطع للطريق، وما هو بذلك، ولكنه الكرم حين يبحث عن مواطن الله. في قرى ولاية الجزيرة وفي شهر رمضان وعند ساعة المغيب درج هؤلاء على إغلاق الطريق أمام العابرين، ليس من سبب يدفعهم لفعل ذلك سوى أنهم يريدون أن يكونوا ضيوفا على مائدة إفطارهم. طبعا شهر رمضان شهر الخير والبركة، واي انسان بيحب فيه الخير والبركة، عشان كده دايما بنطلع برا في الشارع، اي زول عايز يكتسب حسنات والناس عايزينها تيجي تفطر معانا. يعني لو قلت لك زول هنا ده بيجي في النوبة وبيعبر يفوت اكون كذبت عليك. حتى لو يقتل واحد فينا في الزلط ده احنا ما بنخليه يمشي. ليس من ضيق يخرجهم من بيوتهم إلى قارعة هذه الطرقات إلا حب في المشاركة ورغبة في تكاتف ينعكس على كل من يمر عليهم. يفرشون بساطهم ويأتي كل واحد منهم بما جاد به بيته من طعام ليقدمه لكل قادم قاده الطريق إليهم. نحن كنا نفطر في الحي، الشراب بقى كثير جدا، حتى بقى الزاد ذاته يفضل كثير، وقلنا أفضل نكون قريب الزلط عشان نكرم الناس اللي بيجي بالشارع. افتكر انه دي واحده من صور التكافل، وبتجمع الناس وبتوحد الناس وبتخلي الناس مترابطين ومتقاويين وتقوي اواصر الروابط والاخوه في الاسلام. على طول الطريق الذي يربط بين العاصمة الخرطوم وقرى ومدن أواسط السودان تنتشر هذه المجالس التي لن تترك مارا إلا أوقفته، إذ في الريف هنا اعتاد الناس أن يكونوا أقرب لبعضهم، وتزداد هذه المزية في هذا الشهر الكريم، مزية تجعل في بساطة حياتهم وفيما يقدمون قيمة إنسانية تعظم كلما تعاظمت جهود الجميع من أجل إبرازها. يتسابقون ويتكاتفون في الوسيلة للوصول إلى الغاية، إفطار صائم. من أجل عابري السبيل تخرج هذه القرية وغيرها من القرى على امتداد هذا الشارع في مشهد يحكي قصة طبع أصيل ومقصد نبيل. محمد الطيب، الجزيرة، من قرية النوبة.